ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله هنعمل اكل مطاعم، هنعمله بطريقه سهله جدا جدا وطريقه مضمونه. تعالوا نسلم الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. اول حاجه هنا معايا معلقه كبيره من مرقه الدجاج اللي هي بتتباع في بطرمانات كده. دي معلقه كبيره من مرقه الدجاج، معلقه كبيره من الشطه، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من البابريكا، الثوم البودر، البصل البودر، معلقه صغيره مليانه من الزعتر، ومعلقه ملح كبيره بس مش مليانه. هكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف. المكونات دي كلها هنقلبها كويس جدا مع بعض وهنتبل، يعني دي حاجه تتبيله هنستخدمها دلوقتي معانا في الفيديو. اسفه جدا على صوتي لان عندي نزله برد يعني مأثر على صوتي شويه. تمام، بصوا بقى هنا اخدت التتبيله كلها اللي انا عملتها وشلت منها معلقتين كبار. يبقى انا قلبت كل البهارات دي على بعضها وشلت منها معلقتين كبار. هجيب بقى هنا كوبايتين ميه من الحنفيه عاديه خالص. يبقى دول كوبايتين ميه عاديين خالص، هدوب فيها التتبيله دي كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات واستفاد بالتوابل كلها. بعد ما دوبتها كده انا عندي دبابيس، دي دبابيس فراخ غسلها كويس جدا ونقعها في ملح وليمون ودقيق وطماطم، وعملت لها كده زي محلول نقع. بعد كده بجيبهم برفع الجلد كده من عليهم وافتحها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واوصل بالحرف بتاع السكينه لغايه العظمه اللي جوه عشان ما يبقاش فيها دم بعد ما نعملها. وهنحطها في التتبيله زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا بفتح الدبابيس كويس جدا عشان تستوي معايا وعشان كمان التتبيله تدخل جواها وما يبقاش فيها اي دم لما نسويها. بس مش بشيل الجلده، لو انت عايزه تستغني عن الجلده شيليها، بس انا بعد كده برضو هشيل الجلده من عليها افضل واحلى، وهوريكم برضو مره بنعملها تاني مع بعض. تمام كده، بصوا بقى تبلتها كويس جدا وغطستها في التتبيله كويس قوي. وبعد كده هغطيها عشان الريحه بتاعتها تفضل فيها وهدخلها التلاجة. الكلام ده كان من بالليل، يعني انا الفراخ دي انا تبلتها من بالليل، لان كل ما تقعديها في التتبيله طبعا كل ما يبقى افضل. هنا بقى ده تاني يوم قلت بقى هعمل لهم كورسلو. جبت كده كرومبايه اللي هي بتاعه السلطه وقطعت منها كده حوالي ربعها، يعني انا عملت ربعها بس وشلت الباقي في التلاجة. بحفظها ازاي في التلاجة؟ بلفها بستريتش راب واحطها جوه كيس من بتوع من اكياس التلاجة. ممكن تقعد معاكي شهر في التلاجة بالطريقه دي مش هيجرى لها اي حاجه. الاستريتش راب بيحافظ عليها جدا جدا، ما بيدخلهاش اي هوا، وكمان مش بيخليها تدبل معاكي في التلاجة. بعد كده اخدت الكرنب زي ما انتوا شايفين وبدات ان انا اقطعه رفيع جدا. انا عندي والله المفرمه اللي هي يعني القشره او القطاعه اللي هي بتقطع صغير كده على طول في الكبه، بس كسلت ان انا اطلعها بسرعه على ربع كرنبايه، فقلت كده هقطعهم على ايدي كمان عشان اللي ما عندوش الكبه دي يعرف يقطعها ازاي. بصوا تفضلي بقى تعمليها. لو عندك كمان مخرطه من بتاعه الملوخيه ممكن بعد ما تقطعيها كده تروحي ماشيه عليها مرتين ثلاثه كده. قطعته رفيع جدا على قد ما اقدر، وهقطع بقى الكميه بتاعه الكرنب اللي انا عايزاها. بصوا بقطعه شرايح رفيعه جدا بالطول، وبعد كده باخدها بالعرض برضو شرايح رفيعه جدا، بيتقطع معايا بكل سهوله ومش بياخد وقت. طالما السكينه معاكي حاميه بيديكي نتيجه حلوه جدا. بصوا هنا بقى اخدتها كمان بعد ما قطعتها بالطول قطعتها بالعرض على طول. لو انت بقى جديده في القناه ما تنسيش ان انت تعملي اشتراك في القناه وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. ولو انت مشتركه بالفعل ما تنسيش الكومنت الحلو اللي دايما بتشجع بيه واللايك بتاعك اللي بيرفع الفيديو. تمام كده خلاص. بعد بقى ما قطعت الكميه اللي انا عايزاها من الكرنب، تعالوا بقى نجيب جزرتين حلوين كده ونبشرهم. بحاول ان انا اقطعه صغير على قد ما اقدر، كل ما بتكون صغيره كل ما بتكون احلى واحسن طبعا. خلاص هنا دي الكميه اللي انا هعملها، يعني اخدت ربع الكرنبايه بالظبط. ما شاء الله عملت لي كميه حلوه قوي. هنا بقى جبت جزرتين وبرده هبشرهم بشر ناعم زي ما انتم شايفين. المبشره دي عايزه اقول لكم خطيره، حاميه جدا جدا. انا عندي واحده كبيره بس مش حاميه زي دي، فدي بصراحه بستسهلها وبحبها عشان بتخلصني بسرعه بتنجز معايا يعني. خلاص هنا بشرت بقى الجزر زي ما انت شايفه كده وهحطه برده على الكرنب. وتعالوا بقى دلوقتي هنحضر الدريسنج بتاعها او الصوص بتاعها. تعمليها في البيت بتبقى خطيره، وكل ما تعمليها وتنقعيها في الصوص ده بتبقى فظيعه، بتبقى حلوه جدا جدا. قلبت بقى هنا الجزر مع الكرنب زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. في ناس بتحط لها بصل بس انا بصراحه ما بحبش احط لها بصل، لان احنا ما بناكلها بره ما بيبقاش فيها بصل. هنا ده كوبايه من المايونيز، عليها كوبايه من الزبادي، عليها رشه صغيره من الملح،
وبعد كده هنزل بمعلقتين عسل كبار، عسل ابيض كبار. لو ما عندكيش عسل استغني عنه وحطي سكر عادي مش هيجرى اي حاجه. وبعد كده معلقه خل، وهنقلب بقى الكلام ده كله وهدوق في الاخر. وكمان حطيت حوالي كوبايه كده مش مليانه قوي من اللبن اللي هو الحليب. هنقلب بقى كل الخليط ده كويس جدا وهدوقه، لو محتاج حاجه هزودها له. لو ما عندكيش عسل زي ما قلت لك حطي سكر. هقول لك المكونات تاني وهكتبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف. كوبايه من المايونيز، كوبايه زبادي، معلقتين من الخل، معلقتين من العسل الابيض، رشه من الملح. وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه زي ما انت شايفه كده. وكمان كوبايه من اللبن. كده الطعم بتاعها ظبط جدا. انا كنت عايزه بس رشه ملح صغيره ورشه وسنه يعني حبه قليلين قوي من الخل حطيتهم لها. طبعا بتدوقي توصلي للطعم الايه المظبوط بتاعها. خلاص هنا كده بالنسبه لي كانت حلوه قوي. هبتدي انزل بقى بالخليط ده كله على الكرنب والجزر اللي احنا عملناه، وهبتدي ان انا اقلبه كويس. بصوا بقى جمالها تحفه. انا هنا عملتها اول حاجه في تاني يوم، يعني تاني يوم اول ما صحيت عملتها هي اول حاجه. ليه؟ لان انا بحب اعملها وانقعها شويه في الخليط ده كده، بتتشرب بقى من بعضها وبتبقى خطيره. كل ما بتسيبيها منقوعه شويه، يعني تعمليها قبل الاكل بحبه كبار وممكن تعمليها من بالليل، بتبقى طبعا افضل. هنا خلاص دقت طعمها تحفه. هبتدي بقى اغطيها وادخلها التلاجة لغايه ميعاد الاكل. هنا بقى قلت اعمل لهم حبه رز، هو مش رز ريزو بس رز ينفع مع الفراخ اللي انا عاملاها. جبت حبه زيت ونزلت كده ببصلايه متوسطه قطعتها صغير قوي زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ان احنا نشتغل فيه. لو وصلتي بقى للفيديو هنا اوعي تنسي اللايك وكمان الكومنت. ولو انت مش مشتركه ما تنسيش ان انت تشتركي وتكتبي لي كومنت حلو وتفعلي الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه وتقولي رايك في كل حاجه بعملها. خلاص هنا بقى حطيت البصلايه، انا مش هديها لون، يا دوبك بس تسخن كده معايا. نزلت عليها ببهارات فراخ، وكمان هحط لها كام فص من الحبهان، حط لها فلفل اسود، وكمان معلقه من الثوم البودر. وهبتدي اقلب الكلام ده كله، معلقه ثوم بودر ومعلقه بصل بودر. المعالق اللي انا مستخدماها هنا صغيره لان انا حاطه في علب التوابل معالق صغيره قوي، فانت هتستخدمي معلقه صغيره مش مليانه من كل حاجه انا بقولها لك. ومكعبين مرقه لو عايزه تستغني عنهم وعندك شوربه تمام، ما عندكيش وعايزه تستغني برضو عنهم براحتك خالص. تمام كده. بقلب بقى التوابل مع البصل عشان انا مش عايزاها تاخد لون. وكمان حطيت نص معلقه من القرفه وهظبط الملح. وراعي وانتي بتحطي الملح ان احنا حاطين مرقه، فالمرقه بتبقى فيها نسبه من الملح. بعد كده هجيب بقى ميه عاديه من الحنفيه واحطها على الكلام ده واسيبهم يغلوا. اول ما يغلوا انا هنا نقعه كوبايتين من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نقع كوبايتين من الرز البسمتي. الرز البسمتي نقعه بقاله حوالي ربع ساعه بالظبط. نقع كوبايتين كده، غسلته كويس ونقعتهم. اول ما الخليط غلي معايا صفيت الرز وحطيته. تعالوا بقى نحضر الكفر بتاع الفراخ. احنا هنا بقى الرز خلاص نقلناه على عين اهدى وتستوي براحته. ده بقى التوابل اللي احنا فاضت مننا، ده حوالي 3 كوبايات من الدقيق نزلت عليهم بالتوابل اللي احنا شلناها من اول الفيديو لو تفتكروا. ركزوا معايا في الخطوات لان هتلاقوا النتيجه تحفه. وبعد كده جبت بوله تانية فيها ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهاخد كده الفراخ انزل بيها في الدقيق والتوابل اللي احنا عاملاه، وبعد كده انزل في الميه وارجع تاني على الدقيق. ممكن تعملي الخطوه دي مره 2 3 على حسب ما بتحبي تقلي الكفر بتاعك. انا عملتها مرتين، يعني دي اول مره وادي تاني مره على طول. ومش بتحطي كميه كبيره في الدقيق عشان تعرفي تقلبيها وتشربيها من الدقيق كويس جدا. بصوا بقى تديكي الكرمشه والحرفشه اللي هي بتبقى فيها دي. بصوا بقى الجمال. تعالوا بقى انا حاطه زيت على النار، زيت سخن بس مش بيغلي، يعني زيت سخن بس مش بيغلي، يعني مش عالي قوي النار عليه. خلاص هنا بقى نار متوسطه، ونزلت الدبابيس زي ما انتم شايفين. وانا هنا مستخدمه حله في التحمير عشان تبقى صغيره وتخلي لي الزيت غزير، يعني انا عايزاه يبقى زيت غزير. هنا بصوا بقى ما شاء الله الرز بدا يتشرب خالص، وهديت عليه النار وسبته براحته خالص. هنا بقى سبت الفراخ على نار متوسطه، وتعالوا نعمل غيرها. ومش بتعملي كتير وتركنيه علشان ما يبص معاكي ويتشرب الدقيق اللي انت بتعمليه. يعني هنا خلاص كانت قربت التانية تطلع، فبدات ان انا اعمل الجزء التاني. برضو بحط في الدقيق وبطراطيف صوابعك كده تفضلي تقلبي فيها وتنزلي في الميه وترجعي تاني على الدقيق.
صدقوني النتيجه كانت حلوه جدا جدا، طعمها كان خطير خطير، التتبيله بتاعتها حلوه قوي، والكفر بتاعها متماسك وناشف كده ومخرفش، حلوه جدا جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. تعالوا بقى نشوف اللي احنا حطيناهم بتقعد قد ايه على النار. بتقعد تلت ساعه بالظبط، تلت ساعة بالظبط، وبتطلع يعني 20 دقيقة بالظبط على نار متوسطة وزيت مش سخن قوي، وتطلعيها 20 دقيقة بالظبط. بصوا بقى الجمال ولونها تحفة ازاي. واهم حاجة تطلعيها على شبكة، ما تطلعيهاش على صينية علشان تفضل معاكي مقرمشة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي شكلها باين ان هي مقرمشة جدا. هنا بدأت انزل بقى بالدفعة التانية او بالقطعة التانية اللي انا عملتها. ما تمليش الطاسة قوي عشان تاخد راحتها في التسوية والكفر بتاعها ما يقعش. تعالوا هنقرب مع بعض اللي احنا طلعناهم. بصوا بقى الجمال ولونها تحفه تحفه. بصوا لونها تحفه ازاي، خطيره طبعا، بس هي سخنه جدا فانا مش عارفه اتحكم فيها. بصوا جميله ازاي، خطيره. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. هنا بقى قلت ايه، هعمل لهم زي المطاعم كده. جبت بولات كده حطيت فيها الرز وقلبتها على الاطباق زي ما انتم شايفين، وحطيت الكورسلو في اطباق صغيره. وهبتدي بقى حمرت كمان بطاطس. البطاطس انا بحب احمرها بطريقه حلوه قوي، بحمرها نص قليه واطلعها اسيبها مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعه، وارجع احطها في زيت سخن تاني، بتديكي نتيجه حكايه. بصوا هنا بقى حطيت الدبابيس شكلها تحفه. الطبق طبعا يشبع جدا جدا. وبقى هم ولاد اختي كانوا عندي وعايزين بقى كاتشب، عايزين يعيشوا بقى دور ايه ان هم قاعدين في مطعم يعني. حطيت لهم برده كده اكياس الكاتشب، يعني عندي كاتشب اللي هو في الازايز، قالوا لي لا احنا عايزين زي بره. بصوا انا مش عارفه افتحها لكم من كتر ما هي سخنه، بس بوريكم من جوه هي بيضه وتحفه ازاي، ما فيهاش ولا دم ولا فيها اي حاجه. دي السلطه بعد ما حضرناها، ودي الاطباق كده بعد ما حطيناها بالطريقه اللي انتوا شايفينها. تحفه بجد، النتيجه كانت حلوه قوي قوي وطعمها خطير. جربوا الطريقه دي والتتبيله دي هتعجبكم جدا. حطيت لهم كمان كايزر زي المحلات بالظبط. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسيش الاشتراك في القناه وكومنت حلو زيك يشجعني. واستنوني الفيديو اللي جاي.